مرحبا بكم. قبل ما نبدأ خلينا نكون صادقين مع بعضنا. أنا بن سعد مهدي وهذه دردشة صادقة، كلام بلا تصنع وبلا أقنعة. تغلط غلطة واحدة في الخدمة تبقى تجلد روحك سمانة، تاخذ قرار وتندم عليه وتبقى عايش بسيناريو كان غير درت هكذا، تفشل في علاقة وتحكم على روحك بالفشل الأبدي. على بالك بلي عدم مسامحة النفس ماشي دليل على أنك إنسان واعي وضميرك حي، على بالك بلي هذا فخ يخليك تعاود نفس الخلطات الأخرين. كمل معايا هذه الدردشة وراح نفهموا مع بعضنا علاه حبسنا رواحنا في سجن جلد الذات، والأهم راح نعطيك مفاتيح اللي تفتح لك الباب وتخليك تتصالح مع أغلى إنسان اللي هو انت. داخل كل واحد فينا كاين قاضي، المشكل ماهوش في وجود القاضي، المشكل انه احنا عطينا له سلطه مطلقه حولناه لديكتاتور. بالك باللي هذا القاضي الداخلي عنده مهمه واحده، هو يحافظ على الصوره المثاليه عليك. اي غلطه تديرها يشوفها تهديد لهذيك الصوره فيصدر حكما فوريا وقاسي، انت فاشل، انت غبي، انت انسان ماشي مليح. وهذا الحكم يجي معه عقوبه طويله الامد والتي تدعى بالسجن الانفرادي داخل راسك. تبدا تعاود المشهد 1000 خطره وتسمع صوت لوم النفس دون توقف. علاش نديروا هكذا؟ هذا راجع لسببين رئيسيين. السبب الاول وهم السيطره. نعتقد اننا اذا جلدنا رواحنا بقوه رانا نسيطروا على الوضع ونظمنا اننا ما راناش راح نزيدوا نغلطوا، بصح يبقى هذا وهم. على بالك باللي جلد الذات يستنزف لك طاقتك العقليه ويخليك اضعف في مواجهه التحديات القادمه. السبب الثاني التربيه والمجتمع. تربينا انه الاعتراف بالخطا لازم يكون مقرون بعقاب شديد للنفس، لازم تندم مليح باش تتعلم. ولينا نخلطوا بين المسؤوليه وتعذيب النفس. لازم تفهم وتعرف باللي هذا القاضي راه يخدم ضدك ماشي يخدم معك، هو اللي يخليك تعيش في الماضي، والماضي مكان ميت ما راح تقدر تغير فيه والو. هنا وانا نحكي يجي واحد يقول لي مهدي خلاص نغلطوا ما نحسبوش رواحنا. لا كاين فرق، وفرق جوهري. كاين فرق كبير ما بين مدرب رياضي وقاضي في المحكمة. القاضي نهار تغلط يحكم عليك ويقول لك انت انسان فاشل مكانك ماهوش هنا، والمدرب نهار تغلط يجي عندك ويوري لك الفيديو تاع الغلطه اللي درتها ويقول لك شوف هنا كانت عندك فرصه وضيعتها، بصح التمركز تاعك اللي كان خطا، المره الجايه حاول توقف هنا ودير هكذا. هيا نديروا تدريب بسيط عليها. شفت الفرق ما بين القاضي والمدرب؟ القاضي يعطي لك نقد سام ويحكم لك على هويتك ويقول لك انت انسان فاشل، اما المدرب يعطي لك مراجعه بناءه ويحلل لك سلوكك ويقول لك التصرف تاعك هنا كان غلط وهذه هي طريقه التصحيح نتاعو. عدم مسامحه النفس هو انك تخلي القاضي هو اللي يسير لك حياتك، ودير في حسابك باللي انه مسامحه النفس هي تعزل القاضي وتقدم المدرب الداخلي هو صوت العقل والحكمة، هو اللي يخليك تشوف الغلطة كدرس ماشي كوصمة عار، هو اللي يحول لك التجربة المؤلمة إلى مصدر قوة في المستقبل. المسامحة ما تعنيش أنك تقول ما صرا والو، صح نهار تسامح روحك وتقول صرا اللي صرا وتعلمت الدرس، وهنا راك رايح تكمل الطريق بقوة أكبر. إذن كيفاش نعزل هذا القاضي القاسي ونعين في بلاصتو هذا المدرب، وكيفاش نتصالحوا مع رواحنا؟ هنا وصلنا للصح. الموضوع ماهوش سحري، هو تمرين عقلي، وتبعني راح نعطيك خطوات عملية تقدم بها المدرب وتعزل بها القاضي. الخطوة الأولى أفصل بين الفعل والفاعل. أنت ماشي الغلطة اللي غلطها، أنت إنسان ارتكب خطأ، وقولها لعمرك إذا لازم الصوت خرجها بصوت عالي. أنا ماشي إنسان سيء، أنا إنسان قام بتصرف سيء في وقت ما. هذا الفصل البسيط في اللغة راح يغير في الكيمياء الدماغ تاعك. هذا التصرف راح ينزع السلاح من يد القاضي الداخلي، لأنه يولي هذا القاضي مش قادر على مهاجمة الهوية تاعك. القاعدة تقول انقد السلوك وما تحطمش الكيان. الخطوة الثانية استخرج الدرس بوضوح. احكم ورقة وستيلو واكتب إجابة هذا السؤال اللي رانا راح نلقيها عليك بعيدا عن الألم والندم. وشنو هو الدرس العملي اللي رانا راح نتعلمه من التجربة اللي راني فت عليها؟ نعطيكم مثال. خسرت دراهم في مشروع،
الدرس اللي نديرو المرة الجاية يجب أن لا أستثمر أكثر مما أستطيع تحمل خساراته، ولازم ندرس السوق بشكل أفضل. نعطي لك مثال آخر، جرحت إنسان آخر بكلامي. الدرس اللي نديه المرة القادمة لازم نفكر قبل ما نهضر في لحظات الغضب وما نديش قرارات وأنا موتر. كتابة الدرس تحول الغلط من جرح مفتوح إلى أرشيف خبرة. القاعدة تقول لا تترك الغلطة تذهب سدى، اجعلها تدفع ثمن بقائها كدرس مفيد. الخطوة الثالثة الاعتذار الرمزي. المصالحة تحتاج إلى فعل رمزي. انت راك ظلمت نفسك باللوم والجلد، الآن لازم تعتذر لها. هذا التمرين ممكن يبان لك غريب بصح قوي جدا. قف أمام المرآة، انظر في عينيك وقل بصراحة أنا آسف لأنني كنت قاسيا عليك. أنا أسامحك على الغلطة واذكر الغلطة اللي غلطتها. أنا أقبل أنك إنسان والإنسان يخطئ. الآن تعلمت الدرس وحان وقت المضي قدما. هذا الفعل يكسر الحلقة المفرغة للوم الذات، وهو بحد ذاته معاهدة صلح مع نفسك. مسامحة النفس ليست ترفا بل هي ضرورة للبقاء في صحة عقلية جيدة. هي الوقود الذي تحتاجه بعد الوقوف من كل عثرة. توقف عن لعب دور الضحية والجلاد في نفس الوقت. أنت تستحق مدربا حكيما لا قاضيا قاسيا. أنت لست غلطتك، استخرج الدرس، تصالح مع ذاتك بفعل رمزي. إذا وصلتك الفكرة ماكش وحدك، اشترك وخلي بيناتنا دردشة صادقة. والآن قل لي رأيك في التعليقات بصراحة، وشنو هو الأمر اللي تلقى صعوبة باه تسامح نفسك عليه؟ وإذا قررت اليوم باه تبدأ المصالحة وشنو هي الخطوة من الخطوات الثلاث اللي راك رايح تبدأ بها؟